عارف ايه الفرق بين واحد معاه 1,000,000 جنيه ومش عارف ينام وواحد معاه 10 جنيه ونايم بيشخر؟ الفرق في كلمة واحدة بس: البركة. الرزق يا صاحبي عمره ما كان ورقة في المحفظة، الرزق ده أعمق بكتير. السلام عليكم يا جماعة، احنا بقينا عايشين في سباق مجنون، كلنا بنجري ورا الرقم. عايز رصيدي يبقى كذا، عايز عربيتي تبقى كذا، ونسينا ان ربنا لما قسم الارزاق ما قسمهاش فلوس بس. بص حواليك هتلاقي واحد من ربنا مديله مال قارون بس مش عارف ياكل لقمة بتتمتع بسبب المرض، واحد تاني بسيط بياكل عيش وجبنة بس بيحس انها احلى من الديك الرومي. مين فيهم اللي مرزوق؟ الرزق الحقيقي هو انك تقوم من النوم تلاقي جسمك شايلك، تلاقي عينك بتشوف، تلاقي قلبك مطمن. الرزق هو ستر ربنا ليك وانت بتغلط، الرزق هو ضحكة طالعة من القلب وسط ناس بتحبك، الرزق دايما هو نومة هادية من غير كوابيس ولا تفكير في بكرة. في رمضان ده بدل ما تدعي يا رب ارزقني فلوس، قول له يا رب ارزقني البركة في اللي معايا. البركة دي هي اللي بتخلي 100 جنيه تكفي وتفيض، وهي اللي بتخلي عيالك باريين بيك، وهي اللي بتخلي بيتك فيه روح وحياة. وبس يا سيدي، اتعلم ترضى باللي في ايدك لغاية ما يجيلك اللي انت بتتمناه، لان الرضا هو قمة الغنى. متعدش اللي في جيبك، عد النعم اللي حواليك، هتلاقي نفسك ملك وانت مش داري. سلام عليكم.